السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير. احنا يعني بعد رمضان خلاص عدى على خير. ربنا يا رب يكتبنا من عتقائه ويتقبل منا كل عمل صالح يا رب عملناه لوجهه الكريم. ونرجع بقى للحياة الطبيعية اليومية بتاعتنا، الروتينية المملة. وكانت أيام الله يكتبها لنا مرة تانية يا رب، عوامة عديدة وأزمنة مديدة. ويتقبل منا يا رب صالح الأعمال ومنكم. يلا بقى نرجع لحياتنا الطبيعية والأكل المعتاد بتاعنا. إن النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله محشي مشكل، يعني كوسة وفلفل وبدنجان وفراخ. الوصفة بتاعتنا النهاردة، وقبل ما نبدأ الوصفة هنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما بذكر حبايبي، يعني يا ريت لايك وشير للقناة عشان تكبر معاكم وتكبر بيكم. المكونات بتاعتنا، اول حاجة هنحتاج شوية زيت وحبة وقطعة دهن، يعني اقطعها حتت صغيرة كده واشوحها في النار مع الزيت شوية لحد ما تبدأ تسيح وتدبل. انزل عليها ببصلتين كبار مفرومين فرم ناعم واشوحهم. بعد كده بنزل بمعلقه توم ومعلقه زبده كبيره، لان المحشي بيحب المادة الدهنيه تكون زياده شويه عشان تلاقي الحب مفلفل كده ومش معجن. وبعد كده بعد ما بتدبل البصله والثوم وكل ده بنزل بشفشق طماطم. بسبكه على النار لحد ما المية بتاعته تنشف، ويبقى طبعا احنا كلنا عارفين الصلصة بتاعت المحشي. بس دي معانا بقى الخضار بتاعنا اللي احنا هنحشيه، الكوسة والفلفل والبدنجان متقور. طبعا كلكم اساتذة في التقوير وفي تفريغ الخضروات يعني. طيب بعد الصلصة بتاعتنا ما اتسبكت، هغسل بقى كوباية، يعني كيلو من الرز او حسب الكمية اللي بتحتاجيها، وبنزل بيها على الصلصة، اقلبها تقلبتين بس واشيلها من على النار. بفضيها هنا في بولة بقى، وبنزل عليها بكمون وملح وفلفل، والكزبرة بتاعتنا محطهاش الا بعد ما الصلصة تبرد عشان تفضل محتفظة بلونها الاخضر زي ما هي. دي الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها الخضار. ببطنها ببصل متقطع شرايح وفلفل وكزبرة وبطاطس، كل اللي عندك ممكن تحط تحت المحشي وهو بيطيب، وبتبقى طعمها جميل وبتدي المحشي طعم حلو. طبعا الكوسة هنا في كوسة متفتتة، لان انا عندنا كائن صغير كده 5 سنين الا لازم تقور وتعمل معنا في كل حاجة. فطبعا بوظت نص الكوسة يعني، لكن هنعمل مفيش مفر. بتحشي بقى الفلفل والبدنجان وكل والكوسة بتسيبي منها حوالي 1.5 سنتي كده فاضي فوق. ليه؟ تعملي حساب مساحة للرز اللي هيطيب، يلاقي مساحة يعني يتنفس فيه. هنا معانا بقى فرخة ونص، بشرت لها بصلة ناعمة كده مع حبة فلفل وشوية ملح، وبدعكها كده بالبصلة والتتبيلة دي. الدعكة دي بتفرق كتير قوي قوي في طعم الشوربة وفي طعم ال الحاجة اللي بتطيبيها، سواء كان بط او فراخ او حمام او اي حاجة بتعمليها. اما تدعكيها كده بالبصلة المتبلة بالفلفل والملح والكمون ديت بتفرق في الطعم كتير كتير كتير. بس بدعكها كده حاول ادخل التتبيلة ديت في كل مكان، وبروح بيها على الشوربة. معانا حلة مليانة مية او تلتينها كده مية بتغلي، وبنزل بيها ببصلاية مقطعة شرايح وشوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل وورق لورا وحبة 3 حبات حبهان، يعني بحب ما بكترش، بس لما بتحطيها بتفرق. بتدي طعم الشوربة نكهة وريحة وطعم، بصراحة بيفرق في عدم وجوده الحبهان ده بالذات. وطبعا معاها ورق اللورا يعني. بس بنزل بقى بالفراخ بتاعتنا في الشوربة، وطبعا والرجول ديت، عشان الرجول دي بقت حاجة مهمة جدا دلوقتي وغالية، والكولاجين ده حاجة مهمة للعظام والمفاصل. آه انا بحبهم صراحة. بس وبحطهم لحد ما يستووا، بنزل بطماطمايه مبشورة وبس كده. بس معانا المحشي بقى بعد الفراخ ما استوت، هناخد من الشوربه بتاعته وانزل بيها على الخضار اللي احنا المحشي. اهم حاجه احنا يعني بخلي الشوربه يدوب تكون مغطيه ظهر المحشي، ولو لقيته محتاج احط له، بس لما ما زودش زياده عن اللازم عشان ما يطلعش الحاجه معجنه وطريه.
وبيدخل الفرن وبياخد سوا كامل وياخد وش كمان تحت الشواية بعد ما يستوي. والفراخ برضو طابت واستوت واديتها وش تحت في الشواية في الفرن برضو. ودي نتيجة الفيديو بتاعنا. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم ويكون بسيط وخفيف على قلوبكم، وكل عام وانتم بألف خير. ونصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحاول نذكر بعضنا برضو ان احنا طالعين من رمضان وكنا بنعمل فيه طاعات، ومن علامة قبول الطاعات في رمضان ان انت تفضل محافظ عليها بعد رمضان، حتى لو مش بنفس المستوى، لكن على الاقل حبايبي